صباح الخير يا جماعة. النهاردة 10/10/2020. تصدق حلو التاريخ ده. أول فيديو ليا في دبي، وأول يوم ليا في دبي برضو، ومش أول يوم، هو تاني يوم ليا في دبي. قررت أعمل فلوجز كده. فاللي شجعني في الموضوع ده يوتيوبر طبعا غني عن التعريف، اسمه محمد الهادي، ويوتيوبر تاني اسمه كريم السيد، برضو الاثنين ما شاء الله عليهم، يعني مش محتاجين ان انا اتكلم عنهم، بس هم شجعوني الصراحه ان انا اعمل فلوجز. احنا مش عايزين نبعد عن الستيشن، المحطه بتاعت الباص برضه عشان ما يجيش، عشان هو فاضل عليه تقريبا دقيقتين. النهارده قررت ان احنا لاول مره هعمل فلوج، ولاول مره هروح السوق الصيني في دبي. ان شاء الله تبقى تجربه كويسه وتتبسطوا معانا. الباص المفروض بيجي الساعه دلوقتي 8:40 دقيقه، والباص المفروض بيجي 8:42 دقيقه، يعني المفروض فاضل عليه حوالي دقيقتين. انا كده مش عارف انتوا شايفيني ولا لا. هي دي المفروض ان الباص بيقف هنا، فتقريبا هو الباص جاي علينا هناك اهو. حاولوا بقى تشوفوا معايا، هيجي دلوقتي حالا اهو في ظهري. عقبال لما يوصل هتبقى الساعة 8:42 دقيقة. هو اللي ورايا ده. هركب الباص واقابلكم بقى هناك. انا دلوقتي ركبت الباص، كويس ان هو فاضي. هو ده الباص بتاع دبي، وانا اول مرة في حياتي اركبه النهارده. والله درجة الحرارة بره صعبة الصراحة. الواحد دخل الباص في التكييف حاسس ان هو في الثلاجة. انا سمعت كتير عن موضوع السوق الصيني الصراحة بتاع دبي، بس يعني عمري ما رحته. سمعت ان هو في حاجات كتير كويسة لا بس الباص برضه يا جماعة في دبي مختلف تماما عن مصر بجد، يعني مختلف تماما تماما تماما. فاضي طبعا عشان الناس ما بتركبش الباص كتير هنا. معظم الناس اللي عايشة هنا معاها عربيات، بس الباص مختلف تماما. عايز اوريكم المنظر. مختلف. هم حاطين على كل كرسي، يعني على القعدة ان انت ما تقعدش، يعني هو تقعد على كرسي واحد، والكرسي اللي جنبك ده لازم يكون فاضي. هو هنا في الامارات تقريبا اللي انا سمعته ان في سوق صيني كمان في عجمان، بس انا ما رحتش عجمان اصلا، ولا رحت السوق الصيني اللي هناك ده. بس متهيألي الناس كلها بتشكر في السوق الصيني بتاع دبي ده، يعني ان شاء الله تبقى تجربة كويسة ويبقى فلوج لطيف، وتتبسطوا منه. بس انا النهارده قلت يعني اخرج كده واتفسح قبل ما الواحد يخش دوامة الشغل، فيبقى في برضه فلوجات تانية ازاي تلاقي شغل في دبي، يعني وازاي تعيش في البلد هنا. فانا ليه قررت ان انا اعمل فلوجز؟ والله انا بحب اتفرج على كريم السيد قوي قوي، بحب اتفرج على محمد الهادي جدا الصراحه. هو برضو كان عايش هنا في دبي يعني. الناس دي هي اللي حفزتني ان انا اعمل ده، وهي اللي حفزتني ان انا اعمل فلوجز. حبيت اوثق الحياه اللي انا عايشها هنا في دبي، ولو في حاجه اقدر افيد بيها حد تاني هعمل ده طبعا من غير تفكير. طبعا كريم السيد ومحمد الهادي يوتيوبر يعني ما شاء الله عليهم ممتازين، وانا هسيب لكم برضو لينك القناه بتاعتهم تحت في الديسكريبشن. انا مش محتاج اعمل لهم اعلان طبعا، هم يعني كل حاجه موجوده. وان شاء الله نوصل السوق الصيني وننبسط مع بعض. سيبكم بقى لما نوصل هناك هنكمل الفيديو. اشوفكم على خير، استنوني. احنا نزلنا من الباص كده
عند الدراجون مارت. خلينا ندخل كده نشوف هو ايه اصلا الدراجون مارت ده. انا مش عارف هو ايه الصراحه، مش عارف هو ده السوق الصيني اصلا ولا لا. عايز اقول لكم يا جماعه ان الجو نار نار فعلا. درجه الحراره تتعدى ال50 درجه. مشكله الحياه في دبي ان درجه الحراره فعلا فظيعه قوي الصراحه. خلينا نشوف بقى دراجون مارت ده بيتدخل له منين اصلا. داخلين المول اهو. اوه على التكييف، يا على التكييف. حبيبي الراجل الطيب ده حبيبي الغالي. عنده احلى اسمها ايه البتاع دي؟ موكا بولندية، شوكولاتة بولندية. شوكولاته بالبولنديه. فيها دراجون ألوان. دراجون 1 ده صح؟ دراجون مارك. اهو اداني واحده، واداني كمان ايه قهوه، هذه قهوتنا العربي. وقهوه عربي كمان. طيب كثير. بس منتج طيب كثير في مطعم مثلا. قول لنا كده اه. هذا ده بكام الواحد انت قلت؟ هذه الواحدة ب 25، 6 أكياس ب 100 درهم، يطلعوا لك 2 هدية. أنت راح أعطيك 3 هدية مش واحدة بس. ثلاثة؟ مش 2، لك أنت تاخذ 3 هدية عشان كنت وعشان مصر عشان جيت عندي. حبيبي اهل حبيبي تونس قلبي كلهم والله. حبايبنا والله على راسنا. حبايب الأهل والسهلا. حبيبي مصر يوم والدنيا يا عم. حبيبي الغالي. حبيبي. الراجل ده هيظبطني دلوقتي، لا الله يسامحك. هيديني واحده ببلاش. الله يسعد لي اياك، خذهم كلهم على حسابي. الله يسعد لي اياك. هي الاول، هذا الساندويتش للمدام. دي بكام ودي بكام؟ الثلاثه على 150 سعر الواحد. الثلاثه ب 150؟ لا عليهم كفايه ثبات، ثباتهم 24 ساعه، ما ثبتوا شو عم تاخذوا فلوسها. وهي الفيديو ثبات على كلامي. عم بقول لك رح تشوف على كلامي، انا ما بعطيك من هذا الا بكون اخذ شيء تمام. بما انه اخر حبه تسلم لك هديه. انتوا رايكم ايه الموضوع ده؟ اليوم اتكل على الله خلينا نستبدل. بقول لك ثباتهم حلو. هي اسمها اتش ايه؟ هي الساندويتش. هي ريحه البخور ده حلوه قوي. ليك بما انه رح ما رح اكذب عليك، في انه في متابعين عم يشوفوا. هذا ثباته 24 ساعه، ثبات هذا 6 ساعات. الاثنين هذا ما ثبت 6 ساعات، هذا ما ثبت 24 ساعه. انا شو عليك؟ اعطيك سر الضمان. راندوم هي رقمي اسمي وسيم. وسيم؟ او امير الخليل؟ العطر حاكيني بوصل لك اياه وين ما كنت. ما عجبك العطر بتدق لي بجيب باخذه وين ما كنت. فيه شيء كلام؟ اخر واحد رجع لي الله وكيكم، اول واحد برجع لك ب 2012، صرنا ب 2020 هلا عم استنى ما كان يرجع. من 2012 لسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ لا ما ارجع بس. اسمك ايه؟ وسيم. وسيم؟ حبيبي يا وسيم. حياك. تقريبا ده قسم الانوار، بس الحاجات دي تحفه الصراحه. تحفه. لا في كل حاجه. المول في كل حاجه الصراحه. انا الهنود دول بقى ما فهمش منهم اي حاجه. تقريبا ده قسم كله بقى كله لوند وحاجات كده. لا بس حاجات جميله كده.
جه وقت الاكل بقى اللي هناكل فيه. اخترت مطعم كده اسمه الفروج، مش عارف بقى حلو ولا وحش، هنجربه. المول كبير جدا جدا جدا، يعني لدرجة ان هو عايز له لوحده 5-6 ساعات مثلا عشان الواحد يقدر يلفه كله يعني. بس فمستنيين الاكل. طبعا الكمامة دي تعبانة، بس ممكن ننزلها بقى شوية لان احنا قاعدين لوحدينا. فالاكل بقاله تقريبا بتاع 10 دقايق انا طالبه. ايه ده، انا طالب الوجبة اللي في الصورة دي لان دي بقى ايه، حط كده يعني. اوكي، والتجديف حلوه البتاعه دي برضه. ثانك يو. لا بس حلوه البتاعه اللي الست بتحطها دي. حطها هي، ممكن تقطعها مع خالص. هناكل بقى وارجع لكم تاني. ثانك يو. حلو والله، جميل والله جميل. بس انا جايب كتير قوي، جايب كتير والله، جايب كتير، بس هو ريحته حلوه فعلا. شكرا. الناس هنا ما بتسيبش حد في حالها، لازم طول ما انت ماشي تشتري. عايز احكي لكم حكايه كده وانا واقف مستني الباص في عز الشمس زي ما انتم شايفين. مشكله الحياه في دبي الجو الحر، الجو يعني بجد فظيع، بالذات بقى لما تبقى واقف تركب باص من محطه زي دي كده ما فيهاش تكييف. الجو بجد بجد يعني حاجه فظيعه. تجربة دبي هي تجربة الصراحة مش وحشة، فالموضوع فعلا بيبقى في الأول صعب، وانت طبعا بتبقى مستغرب الحياة، بس مع الوقت ومع ما تبتدي تتعامل مع الناس وتبتدي تنزل وتتحرك بتلاقي الموضوع مش وحش. البلد نظيفة جدا، منظمة جدا، كلها قايمة على الاونلاين. يعني حتى الباص بتبقى عندك ابلكيشن على الموبايل، بتعرف الباص هيجي امتى وهيتحرك امتى وهتركبه من انهي مكان وهيوديك انهي مكان. فالموضوع ان انت تتوه ده صعب شوية هنا، لان هي كل حاجة هنا اونلاين. حتى لو مش هتركب تاكسي، يعني حتى لو عايز تركب باص او عايز تركب مترو، كل حاجة بيبقى ليها ابلكيشن. بس فدينا مستنين الباص وربنا يكرم. اخيرا الباص جه، اتاخر حوالي 7 دقايق عن ميعاده، بس هو جه الحمد لله. مش عارف ليه النهارده اتاخر، بس هو نقذني ان انا فرطت اصلا من الحر. فانا دلوقتي في طريق البيت. يوم النهارده كان طويل قوي، بس انبسطنا واشترينا شويه حاجات حلوه، والناس غرقتني هدايا وبرفيوم في كل حته. كل لما امشي الاقي حد بيقول لي شم شم شم، لغايه ما بقتش قادر اشم حاجه. ويا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناه، واي حاجه جديده عايزين تشوفوها اكتبوها لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله انفذها لكم في خلال الاسبوع ده كمان.